اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدا الفيديو كده نسمي الله ونذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. النهارده فيديو معاكم خفيف كده ان شاء الله عن تربيه السمان. انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اربي السمان ده يا جماعه. دي اول مره اجيب سمان، ما جبتهوش قبل كده. جبته قد ايه السمان ده؟ عمر 10 ايام. انا جايباه من مدرسه الزراعه اللي موجودة قريبة مني. جبت السمانة عمر 10 أيام. طبعا كان في كتاكيت، بس أنا بصراحة خفت أجيب الكتاكيت ديت اللي هي سن يوم. الكتكوت فعلا صغير جدا، فأنا بالنسبة لي أول مرة أربيه، فأنا خفت إن أنا أجيبه يموت مني وكده. فقلت أجيب الأول أجرب في اللي هو عمر 10 أيام. الحمد لله الدنيا ماشية معايا كويس. إن شاء الله المرة الجاية نجرب ونجيب عمر يوم. تمام. طيب انا جبت الكتكوت ده عمره 10 ايام. جبته بكام؟ جبته هو كان بيقول ب10 ونص، بس ما وصلنا هناك لقيناه بيقول لنا ب11 جنيه. انا جبته ب11 جنيه عمر 10 ايام. طب دلوقتي هو مش عمر 10 ايام، انا دلوقتي بقاله عندي يعني كمان النهارده 20، يعني بقاله كمان 10 ايام، يعني ده عمر 20 يوم. ده عمر 20 يوم. تمام. الكتكوت برضو ما شاء الله حلو، يعني دلوقتي بقى حجمه حلو، لكن انا كنت جايباه كان صغير عن كده. فاحنا مع بعض كده نشوف تربيه السمان عامله ازاي. بحط لهم علف ايه؟ كان واحد جوه. بحط لهم علف ايه؟ بحط لهم علف بادي. ما بياكلوش الا العلف بادي طول الدور. تمام. طبعا انت ممكن بعد مثلا ما يكملوا شهر ممكن تحط لهم بواقي عندك رز على علف برضو، الشيشه على علف، ايا كان عادي، ما بيقولوش لا. يعني الناس اللي ربوهم قالوا لي كده، قالوا لي ممكن تحط لهم وتغير لهم الاكل عادي، ما فيش اي مشكله. مش زي الفراخ البيضه يعني ايه، هيقفوا في الوزن معاكي وكده، لا عادي بياكلوا مش بيقولوا حاجه. يعني لو حطيت لهم بواقي رز عندك، بواقي اكل عندك ناشفه، عادي مفيش مشكله. تمام. فانا بحط لهم علف بادي دلوقتي محب. هنحط لهم الاكل واحط لهم الميه. طبعا احنا لسه الصبح فايه مخلصين الميه كمان. تعالوا نبصوا كمان على الكتاكيت بالمره البيضه. طبعا انا حاطاهم في الدور الاولاني وحاطه في الدور الثاني كده في البطاريه الفراخ البيضه. طبعا احنا عارفين، او الناس اللي مربيين في البطاريات عارفين ان الدور اللي فوق، اي دور فوق في البطاريه غير الدور الارضي، درجه حرارته غير الدور الارضي. فانا قلت خليهم فوق وخلينا الفراخ البيضه تحت، لان الجو اليومين دول يعني الدنيا حر نار. ربنا يستر يا رب علينا وعلى حاجتنا كلنا. الفراخ البيضة ديت عمر كام؟ عمر حوالي 11 يوم النهاردة ان شاء الله. انا كنت جايباهم برضو يوم 10/5. تمام. فهم النهاردة اليوم ال11 ان شاء الله ليهم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني ادخل انت رايح فين؟ ده كان واحد واقع من البطارية هو. النهارده عمر 11 يوم. ما وزنتش حاجه يا جماعه، والله ده اول تصوير ليهم للكتاكيت البيضه دي معايا النهارده. انا كنت الفتره اللي فاتت ما بصورش اي فيديوهات بصراحه، ما كنتش فاضيه، الولاد في امتحانات وكده. ان شاء الله نرجع نعمل تاني فيديوهات. الناس المشتركين معايا سامحوني، معلش يا جماعه والله غصب عني. يعني كانت نفسيتي شويه وحشه وكان في امتحانات للولاد، بس ان شاء الله نبدا نصور فيديوهات تاني بامر الله. الكتاكيت البيضة برضو لسه بحط لهم علف بادي، برضو لسه ما غيرت لهمش العلف. ان شاء الله لما احس ان وزن الكتكوت بقى نص كيلو هبدا ان انا اغير العلف للعلف اللي هي اللي بعديها، اللي هي الوسط او اللي بنقول عليها نامي. لكن لحد دلوقتي هم بياكلوا علف بادي. الكتكوت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحمد لله كويس. تمام. طبعا نعمل ايه بقى في الجو الحار ده للكتاكيت عشان يستحملوا معانا الحر ده؟ طبعا انا بطلع، احنا دلوقتي الصبح وقت القياله، من بعد مثلا الساعه 1 كده او من قبل 1 كمان، بس الوقت القياله جامد اللي بيبقى فيه الدنيا حر قوي 2 3 4، الوقت ده بيبقى الجو نار فيه. طبعا بطلع الاقي السمان فاتح بقه، الفراخ البيضه فاتحه بقها وحرانين جدا، ويعني الدنيا بتبقى صعبه معاهم. واحنا طبعا انا مربيهم في اوضه كده فوق السطح، فالجو بيبقى نار، الشمس ضاربه فيهم من كل ناحيه، فالجو بيبقى بصراحه فظيع. طب بعمل لهم ايه بقى عشان الجو ده يعني اهونه شويه؟
الميه بتاعتهم طبعا اغيرها على طول عشان ما تسخنش قدامهم. تمام، يبقى الميه بتغيريها على طول عشان ما تسخنش قدامهم. تمام، يبقى الميه بتاعتهم ممكن كمان تحطي فيها مكعبين تلج او تسقعي الميه، يعني تجيبي شويه ميه ساقعه من التلاجة كده وتحطيها على السقايه. مش بنقول انك تجيبيها ساقعه قوي يعني تدمر لهم الجهاز التنفسي بتاعهم ويجي لهم برد وتقولي انا قلت وكده، لا. يعني تسقعي الميه، سقعي الميه زي ما انت بتعرفي تشربيها ساقعه كده، حطيها لهم برده ميه ساقعه في السقايه بتاعتهم. ده بيرطب الدنيا معاهم طبعا اكيد شويه. تمام، لو في جدران زي اللي ورا دي كده، شايفين الجدران دي كده اللي هي اللي بالطوب ديت، ممكن برضو تجيبي شويه ميه وترش على الجدران دي اللي وراهم. برضو دي بترطب عليهم كده، بترطب عليهم الجو شويه. هنعمل ايه كمان؟ هنجيب ميه برضو شويه ميه ونبدا نرش عليهم، او تحطيها في بخاخه. مش عارفه اللي بينزلوا دولت الاخرام لسه بيطلعوا منها ازاي، مش عارفه. اللي هي اللي بتاعت الوش البوكسه من قدام دي، يطلعوا منها. هجيبهم دلوقتي. تمام، نجيب بخاخه ونحط فيها ميه ساقعه او ميه عاديه بس تكون مسحوبه حلوه كده من الحنفيه، وتبداي ترش عليهم برضو في وقت القياله. ده بيرطب عليهم كتير كمان. يبقى انت رطبتي عليهم الميه اللي داخله لهم اللي يشربوها، وجسمهم من بره برضو رطبتي عليهم بالبخاخه. لو في جرار تعمليه ماشي، مفيش خلاص. لكن اهم حاجه الميه اللي قدامهم والميه كمان اللي بتترش عليهم. مفيش اي مشكله يا جماعه في الحكايه دي خالص. احنا في وقت قياله والدنيا بتبقى نار. تمام. إيه، يا رب يكون الفيديو، يا رب يكون فيه ولو معلومه بسيطه تكون فادتكم. اتمنى اللي اول مره يشوف فيديو ليا